ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن اسطورة التجارة والصناعة والذهب والعقارات وحاجات تانية كتير. ناس شايفة انه نصاب وحرامي، وناس شايفة ان هو ما عملش اي حاجة ومظلوم. عمل عليه مسلسلات درامية كتير، بس الناس مش عارفة بعض الحقائق اللي ما ظهرتش في المسلسلات. الشخص اللي هنتكلم عليه ده احمد الريان. يلا بينا نعرف التفاصيل وايه حكايته بالظبط، بس الاول ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. اسمه الحقيقي احمد توفيق عبد الفتاح الجبري. اتولد في 25 ابريل 1956. ابوه كان عنده مصمت صغير واسرته على قد حالها، وده السبب اللي خلاه يشتغل من صغره. كان بيبيع الملازم، وكان بيجيب من الفلاحين بيض وجبن ويبيعها. وبالرغم من كده كان متفوق جدا في دراسته ودخل كلية طب بيطري، وبرضه كان بيشتغل وبيبيع الملازم. بعدها بشوية وهو في الجامعة انضم للجماعة الإسلامية، واللي كان معاه عصام العريان. أحمد كان عارف تأثير كلمة إسلامي على الشعب المصري، وبكده عمل حاجة ذكية جدا، وإن هو يطبع على الملازم ختم الجماعة الإسلامية، وبكده هتتباع أسرع والأمور اتيسرت ليه. ولما لقي كده قال ما يوسع النشاط تحت شعار مسمى الجماعة الإسلامية. فتح أخو أحمد اللي في السعودية قال لهم إحنا هنتاجر في العملة، انا اخد الريالات من الناس هنا في السعوديه وانت تدوها لاهاليهم في مصر بالمصري، وانا اغير الدولارات ولا الريالات في السوق السوداء ومكسبها هيكون اكتر. طبعا الكلام ده كان في يناير 1983. فعملوا شركة الريان لتجارة العملة وشوية حاجات تاني كده إسلامية. وفي الثمانينات كان في أزمة اقتصادية جامدة في مصر، وانخفاض سعر الفايدة في البنوك، والذهب كان غالي، وكانت ليلة كبيرة جدا. معلومة بسيطة كده، التحويلات اللي بتيجي من بره ده دخل اساسي لاي دوله بيجي ليها تحويلات. تجاره العمله كانت ماشيه معاهم جدا، لدرجه ان هم كانوا ممكن يغيروا الاف الدولارات في يوم واحد. ومش بس كده، دخلوا كمان يشتغلوا في توظيف الاموال بفايده كام؟ 50%، في وقت ما كان البنوك كانت فايدتها 10% بس. طبعا العرض ده كان جبار زي ما قلنا، واي حد كان ليه فلوس في البنوك ساعتها كان بيسحبها ويحطها عند الريان، واللي يبيع ارضه يحط فلوسه للريان، لدرجة ان هو بقى معاه سيولة اكتر من الدولة نفسها. في الوقت ده كان منتشر برضه شركات توظيف الاموال، وكان في شركات كبيرة زي شركة السعد اللي صاحبها ومؤسسها اشرف السعد، وشركة الهدى عبد المنعم اللي هي كانوا مسمينها المرأة الحديدية. اللي خلى الناس تجري عليهم كده ان المشايخ في الوقت ده كانت بتحرم فوائد البنوك، وشايفة ان الشركات توظيف الاموال هي اللي كانت في الوقت ده البديل الحلال ليها. على فكرة كان منهم الشيخ الشعراوي نفسه. طبعا بقى شوية مشاهير وشوية لعيبة كورة، شوية مؤثرين بيروجوا لشركة الريان بالشكل ده مقابل فوائد أكتر أو بمعنى أصح بياخدوا فلوس أكتر شوية، وخلينا نقول إنها دعاية مش رشوة. طبعا بقى لهم في كل حاجة، عقارات وزراعة وتجارة وذهب. والذهب على فكرة كانوا بيجيبوه من السعودية بسعر أقل جدا، ويهربوه في شنط مراتاتهم ويدخلوه مصر ويبيعوه بسعر أعلى. نيجي بقى للأهم، سنة 1986 كان في أزمة ذرة صفراء اللي هو علف المواشي في الدولة في الوقت ده، وكانوا عاوزين يستوردوا من بره، بس كان في أزمة دولارات وقتها. لجأوا لمين؟ لجأوا لأحمد الريان، وطلبوا منه ان هم يجيب شحنة ذرة صفراء من بره ب50 مليون دولار، وهم يدوا الفلوس بالمصري هنا في مصر. وفعلا الريان جاب صفقة الذرة الصفراء، ولحد 10 شهور ما خدش فلوس، وبدأوا ان هم يطالبوا وزارة الزراعة، بس الحكومة ما عطتهمش اي فلوس. والريان وقتها ما عملش اي مشكلة مع الحكومة. في الوقت ده شركة السعد كانت عاملة شغل جامد ومنافس جامد قوي لشركة الريان، اللي كان نائب رئيس مجلس الإدارة سامي مبارك أخو الرئيس، وكان مشغل ابن صفوة الشريف، والمستشار الإعلامي للشركة كان أنيس منصور. تخيلوا بقى شركة الريان وشركة السعد يشتركوا مع بعض سنة 1988. طبعا عملوا مشاريع كبيرة جدا، وعملوا استصلاح أراضي، وعملوا صندوق للدولة، وشقق بالقسط للشباب. ومبارك لما عرف الخبر ده قال كفايه عليهم كده، والدوله نبهتهم اكتر من مره يفكوا الشراكه، بس هم اعتبروا نفسهم دوله جوه دوله ومرضوش يفكوا الشراكه. بس الدوله بقى عملت لهم قانون مخصوص ليهم هم سنه 1988، وبتلزم شركات توظيف الاموال ان هم ما يعملوش شغل البنوك، وان هم ما ياخدوش فلوس من الناس بحد ادنى 5 مليون وبحد اقصى 50 مليون. وطبعا ده بالنسبه للريان ما كانتش فلوس. وغير بقى شوية إشاعات، وطبعا عارفين إيه الإشاعات، ناس خافت من الإشاعات اللي طلعت دي والكلام اللي طلع، فبدأوا إن هم يطالبوا بفلوسهم. وطبعا الفلوس مش موجودة لأنها في مشاريع وأراضي زراعية ومصانع وأصول يعني، وفلوس شغالة. ودي كانت لعبة مدروسة جامد للريان،
والدولة قالت له لو مش هتسدد احنا هنتحفظ على الاصول واحنا هنسدد للناس بمعرفتنا. وطلب منهم ان هم يدوله فرصة يطلع بره مصر يجيب فلوس من هناك وهو ليه فلوس، ويسدد اللي ليه فلوس وطالبها. بس الحكومة قالت ان هي هتدي للناس فلوسها، بس ازاي بقى؟ يعني مثلا لو انت ليك 20,000 دولار هتاخدها اصول وانت وحظك. في الوقت ده اتقبض على الريان وقال انه هرب 3 مليار بره مصر، ده غير الاصول اللي بره مصر. طلب الريان ان هو يشوف الشيخ الشعراوي والشيخ عبد الصبور اللي هو كان نائب رئيس مجلس الاداره لشركه الريان، وده كان ماسك الوظيفه عشان الناس تطمن مش اكتر. وطلب منهم ان ينزلوا على المحكمه ودي وما يبقاش فيه قضيه، بس فشلوا. وبعد محاوله اعتذر الشيخ الشعراوي عن مساعدة أحمد الريان. في الوقت ده زكي بدر قال إن الريان عميل لإيران وندفع 5 مليون دولار لتمويل الجماعات الإرهابية. بس مستشار الريان اللي هو مرتضى منصور رفع قضية على زكي بدر وقال له ورينا مستنداتك وإيه اللي يثبت الكلام ده. بس مرتضى منصور اعتقلوه 90 يوم. وزكي بدر قال للريان لو عاوز تطلع نفسك من المشكلة دي يبقى تمشي مرتضى منصور وتجيب ورق مضروب من امريكا يثبت ان فلوسك هناك. وطبعا الريان عمل كده لان هو كان حرفيا متعلق باي حاجه ان هو يطلع من المشكله دي. بس الحظ كان ضده ولبس قضيه كمان لان المحكمه اتهمته بالتزوير. واتقبض على الريان سنه 1988 في اخرها واخد 15 سنه سجن، والمفروض كان هيطلع سنه 2003 بس خرج سنه 2010. وده لان حبيب العدل ما كانش بيرضى يطلعه بموجب قانون الطوارئ وان هو بيمثل خطر على الامن العام. يقال ان حبيب العدل طلب من الريان 10 مليون جنيه عشان يخرجه، بس الريان وقتها ما كانش معاه فلوس، ووقتها عشان يخرج خرج بالعافية لان كان عليه 900 ألف جنيه غرامة. وقتها عمرو اديب عمل حلقة على الهوا وطلب من رجال الاعمال وكبارات البلد ان هم يدفعوا له فلوس عشان يخرج، ودفع طلعت مصطفى 400 ألف جنيه ومحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي 300 ألف جنيه، وبعدها خرج. بس لما خرج بقى من السجن كان المرض اتمكن منه وتوفى سنة 2013 رحمة الله عليه. والسؤال بقى هنا واكتبوا اجابته في الكومنتات، هل الريان ظالم ولا مظلوم؟ وارجع واقول ان الضحية في الموضوع ده الناس اللي خسرت فلوسها من غير اي ذنب. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان انتشار القناة، واكتبوا في الكومنتات عاوزين اتكلم عن ايه الفيديوهات الجاية. يلا سلام.